أهلا وسهلا ومرحبا بكم كالعادة. معكم مستر ديمون في قناة تعليم السياقة خلسة. أول هامة إن شاء الله عامكم مبروك، بوناني الناس الكل، وإن شاء الله في 2024 تحققوا كل اللي تحلموا به. ثاني هام، نحب نشكر كل واحد عاوني باش تكون قناة تعليم السياقة خلسة هي أول قناة تونسية مختصة بقواعد الجولان والسلام على الطرقات تتحصل على الدرع 100,000 مشترك، وإن شاء الله بكم انتوما نوصلوا ناخذوا الدرع متاع المليون إن شاء الله يا ربي. ثالث هام، اللي تصعب عليه حاجة ويحب يتواصل معايا ينجم يتواصل معايا على الواتساب 20 036 144 20 036 144، ولا ينجم يتحصل عليه على الفيسبوك مستر دايمون بالعربي. الفوتو دو بروفيل تلقاو العلامة متاعي هذايا هاكم مكتوب فيها مستر دايمون وتعليم السياقة خلصة، والفوتو دو كوفرتور فيها تصويرة الوالد الله يرحمه وتصويرة ولدي ربي يحفظه ويحفظ لكم صغيراتكم وربي يحفظ لكم العزيز عليكم. على خاطر جاتني برشا شكاوي، على خاطر كي تدخل انتي في الريشيرش فما برشا ولاو عاملين فيسبوك باسم مستر دايمون، ولاو يتسولوا بيه ويغلطوا في البنات ويغلطوا في النساء ويغلطوا في الرجال ويتسولوا وحشتي بفلوس ابعث لي فلوس. ذا كله انا ما عنديش لا علاقة بيه وما نعرفوش وما يهمنيش فيه وما نستعرفش بيه. عندكم النمر متاعي 20 036 144، ولا عندكم الفيسبوك متاعي ديجا هبطوا وريتولكم انا واضح. رابع هامة، كان حسيت لي انا عاونتكم باش تاخذوا الكود ما تنساونيش في المبروك متاعي عشان من اصحابكم يعملوا ابوني للشانة. ميسالش حتى كان ماخذ البرمي باش يدخل قناة تعليم سياقة خلصو يعمل ابوني مش باش يخسر حتى شيء واضح. وما تنساو زادا باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالدة. وخامس هام، فما سؤال واحد في 2024 مانيش باش نجاوب عليه، اللي هو مازلنا نعديو بالقانون القديم ولا جديد. السؤال هذايا راني مانيش باش نجاوب عليه على خاطركم مادامكم مازلتوا تلقاو في الخدمة متاعي راكم مازلتوا تعديو بالسيستم القديم. اذا كان تبدل القانون كونوا متأكدين باش نفسخ الفيديوهات الكل ونعاود فيديوهات اخرين واضح. يلا سيدي ما نطولوش برشا ونتوكلوا على ربي. يلا، هذه العلامة تعني طريق بدون منفذ، ب مأوى للوقوف، ج مسلك النجدة. هذه العلامة تعني طريق بدون منفذ، ب مأوى للوقوف، ج مسلك النجدة. الإجابة الصحيحة هي جيم مسلك النجدة. باهي ركزوا معي توا شوية. بالنسبة للعلامة هذه هي علامة إرشاد تعلن أنه هوني عندي مسلك النجدة. وقتاش نستعملوه مسلك النجدة؟ عند فقدان السيطرة على السيارة، ولا ما نلقاش الفران، ولا معناها صارت لي عطب كبير ياسر في الكهرباء وما نجمش نوقف الكهرباء، نولي نستعمل المسلك الايمن. اخر المسلك الايمن نلقى كالبريم الكبار معبين بالماء ولا برمل هكاك باش تصير اخف اضرار ليا انا وما نكونش سبب باش يتحصل اضرار للسيارات الاخرى. كما تفهمنا هي اهم حاجة في القانون في الكياس، هي أهم حاجة هي السلامة على الطرقات. أهم حاجة هي السلامة على الطرقات. بغاف بالنسبة للطريق بدون منفذ نلقاو العلامة هذه. العلامة هذه يعني طريق بدون منفذ. اش معناها؟ يعني كياس نجم ندخل فيه أما ما يعديني لحتى بلاصة أخرى. نجم ندخل فيه بعديك يا إما نعمل عملية السير إلى الوراء يا إما نعمل عملية الرجوع على الأعقاب، يعني يا نعمل مارشاريير يا نعمل الديميتور واضح. بالنسبة للمأوى الوقوف نلقاو فيها علامة زادة إرشاد أما فيها بي. هذول الذيا يعني باركينج مأوى الوقوف صالح للناس الكل واضح. يلا سيدي نواصل. حبيب قلبي ما تنساش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو. كانت ثم حاجه صعبة عليك ابعث لي على الواتساب 20 036 144، وما تنساوش باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالد. يلا سيدي نواصل. في هذه الوضعية يمكنني المجاوزة؟ نعم، ب لا. في هذه الوضعية يمكنني المجاوزة؟ نعم، ب لا.
الإجابة الصحيحة هي ب، لا يمكنني المجاوزة. علاش؟ هوني على اليمين عندي زوز علامات متاع منع. بالنسبة للعلامة تاع اللي فيها 90 هذيك أقصى سرعة إجبارية 90 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة للعلامة اللوطانية هي ممنوع المجاوزة قانونيا، اسمها ممنوع مجاوزة كل العربات ذات محرك. يعني أي عربة ذات محرك ممنوع عليه باش نقوم بالمجاوزة متاعها، باستثناء تلك التي لها عجلتين وبدون عربة جانبية أو مجورة. يعني الموتورات ولا الموتورات اللي عندهم عجلتين وبدون عربة جانبية أو مجورة، يعني اللي عندهم عجلتين بركة نجم نقوم بالمجاوزة متاعها. علاش اللي عندهم عجلتين نجم نقوم بالمجاوزة متاعهم؟ على خاطر كي نجيو باش نتجاوزوا الموتور اللي عنده عجلتين بدون عربة جانبية أو مجورة، باش نخلي مسافة جانبية مترو ونقعد ديما في المسلك متاعي، مسافة جانبية مترو ونقعد ديما في المسلك متاعي. بالنسبة للدراجات النارية الصغيرة قلنا سرعتها محددة داخل موطن عمران ب 40 كيلومتر في الساعة، وبالنسبة للدراجات النارية المتوسطة سرعتها خارج موطن عمران ب 70 كيلومتر في الساعة. واضح؟ يعني لهنا الموتورات اللي عندهم عجلتين بدون عربة جانبية أو مجورة، ركزوا شوية تو في الكلام اللي باش نقوله. بالنسبة قلنا الدراجات النارية اللي عندهم عجلتين بدون عربة جانبية أو مجورة، في 3 أماكن بركة ممنوع عليه باش نتجاوزهم، اللي هما كي نبدأ قدامي مفترق طرقات، في مفترق طرقات ممنوع المجاوزة بصفة عامة، ولا كيبدا قدامي ممر خاص بالمترجلين زاد كيف ممنوع المجاوزة بصفة عامة حتى على الموتورات. عليها خاطر كي نوصلوا نحن ممر خاص بالمترجلين يجب علي التخفيض من السرعة مش الزيادة في السرعة. واضح؟ وبالنسبة كي نبدأ قدامي تقاطع طريق مع سكة حديدية، زاد لهنا ممنوع مجاوزة الدراجة النارية كي نبدأ قدامي سكة حديدية. يعني الموتور اللي عنده عجلتين بدون عربة جانبية أو مجورة ما نجمش ندوبل عليهم كان في 3 أماكن. كي نبدأ قدامي مفترق طرقات، الخاطر كي نبدأ قدامي مفترق طرقات يجب علي التخفيض من السرعة ثم إلقاء نظرة أولى إلى اليسار ثم إلى اليمين ومن بعد باش نواصل السير متاعي. ولا كي يبدأ قدامي ممر خاص بالمترجلين، ولا كي يبدأ قدامي سكة حديدية. في 3 أماكن هذوما بركة ممنوع عليه باش نتجاوزهم الموتورات اللي عندهم عجلتين بدون عربة جانبية أو مجور. أبار 3 بلايص هذوما وين باش تلقاه الموتور اللي عنده عجلتين؟ في ممنوع المجاوزة، في خط متواصل، في منعرج خطير، في قمة مرتفعة، في هبطة. وين باش تلقاه تنجم تدوبل عليه، ما عدا كان في 3 أماكن. واضح؟ باهي تو نتعداو شروط المجاوزة. شنية يلزم يتوفر في الكياس؟ شنية لازم يتوفر باش نجم نقوم بالمجاوزة؟ باهي أول حاجة يبدأ الخط متقطع، يبدأ الخط مشيرتي أنا يبدأ خط متقطع. واضح؟ باهي. وما فماش كهرباء ورايا مش على أضواء تغيير اتجاه قاعدة تقوم بالمجاوزة ليا أنا، يعني ما فماش كهرباء قاعدة تتجاوز في. واضح؟ باهي. ما فماش كهرباء قدامي مش على أضواء تغيير اتجاه باش تقوم بالمجاوزة. واضح؟ وفما زادا يلزم ما فماش كهرباء بصدد القيام بالمجاوزة. يلزم الكهرباء اللي قدامي اللي قاعدة تتجاوز يلزم تكمل المجاوزة متاعها وترجع تشد يمينها باش أنا نجم نقوم بالمجاوزة متاعي. واضح؟ ويلزم الرؤية تكون واضحة، يلزم الرؤية تكون واضحة. وزادا يلزم كي نقوم بالمجاوزة يلزم السرعة متاعي تفوت السرعة متاع الكهرباء اللي أنا باش نقوم نتجاوزها أقل شيء ب20 كيلومتر في الساعة. وزادا يلزم كي نقوم بالمجاوزة يلزم بعد ما نقوم بالمجاوزة يلزم الكهرباء اللي أنا قمت بالمجاوزة متاعها نشوفها في المرآة العاكسة للرؤية الداخلانية باش نجم نرجع نشد يمين. يعني إذا كان أنا قاعد نقوم بالمجاوزة والكهرباء اللي تجاوزتها مازلت مريتهاش في المرآة العاكسة للرؤية الداخلانية، يعني الكهرباء اللي دوبلت عليها مازلت مع جنبي، يعني يلزمني هوني نزيد في السرعة كي نشوف الكهرباء اللي تجاوزتها في المرآة العاكسة للرؤية الداخلانية، ووقتها نجم نرجع نشد يميني بكل أمان. واضح؟ كما تفهمنا هي أهم حاجة هي السلامة على الطرقات. يعني عند المجاوزة يلزم يتوفروا عندي 7 شروط باش نجم نقوم بالمجاوزة بكل أمان. أول هام يبدأ عندي خط متقطع في وسط الكياس. ثاني هام ما فماش كهرباء قاعدة تقوم بالمجاوزة ليا أنا. ثالث هام ما فماش كهرباء قدامي مش على أضواء تغيير اتجاه باش تقوم بالمجاوزة. الرابع هام ما فماش كهرباء بصدد القيام بالمجاوزة.
خامس هام الرؤية اللي لازمها تكون واضحة. سادس هام يلزم كنجيب باش نتجاوز سيارة يلزم السرعة متاعي تفوت السرعة متاع الكهرباء باش نقوم نتجاوزها أقل شيء ب20 كيلومتر في الساعة. سابع هام بعد القيام بالمجاوزة ما نرجع نشد يميني إلا ما نشوف الكهرباء اللي تجاوزتها في المرآة العاكسة للرؤية الداخلانية. يعني باش نقوم بالمجاوزة بكل أمان يلزم يتوفروا 7 شروط هذوما اللي قلناهم. ريت واحد بركة يبدا شرط بركة معناها ما نجمش موش موجود تولي ممنوع المجاوزة. بالنسبة ممنوع المجاوزة هي الجنحة من الصنف الأول فيها سحب رخصة سياقة من شهر 6 شهور، اختيار مالية من 61 دينار ل 100 دينار ومعهم إشهار سجن. جنحة فيها سحب رخصة سياقة من شهر 6 شهور، اختيار مالية من 61 دينار ل 100 دينار ومعهم إشهار سجن. واضح؟ حبيب قلبي ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو، وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخد كود ما تنسانيش في المبروك متاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان، وما تنساوش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. عندما تكون رخصة السياقة معلقة الصلاحية التعرض لعقوبة مالية: A 20 دينار، B 60 دينار، ج 100 دينار. عندما تكون رخصة السياقة معلقة الصلاحية التعرض لعقوبة مالية: A 20 دينار، B 60 دينار، ج 100 دينار. الإجابة الصحيحة هي ب 60 دينار. بلحظة بركش معناها رخصة سياقة معلقة الصلاحية. كان جا في بالك رخصة سياقة معناها منتهية الصلاحية يعني فكرتك غلطة. رخصة سياقة معلقة الصلاحية اش معناها؟ يعني مثال أنا ارتكبت مخالفة عادية، يعني ما استعملتش حزام الأمان، نستعمل في الهاتف الجوال أثناء السياقة، كرهبتي مش مجهزة بالعجلة احتياطية، كرهبتي مش مجهزة مثلثات عطب. باش نقوم بأي مخالفة عادية كي ناخذ مخالفة عادية ارتكب خطية مالية 20 دينار. بي. إذا كان أنا نرتكب مخالفة عادية 20 دينار فقديش يلزمني نخلصها؟ يلزمني نخلصها في مدة 7 أيام. عندي في يدي 7 أيام نمشي نخلص الخطية متاعي، تبدأ أموري واضحة مع الدولة ومع القباضة ومع الناس الكل. إذا كان أنا نصحح راسي وما نمشيش نخلص، إذا كان نصحح راسي وما نمشيش نخلصها في مدة 7 أيام، بعد 15 يوم تولي تضعف. يعني ملي كانت 20 دينار تولي 40 دينار، ملي كانت 20 دينار تولي تضاعف يعني تولي 40 دينار. هذا بعد 15 يوم. إذا كان أنا نزيد نصحح راسي وما نمشيش نخلص، بعد بشهر قابض المالية اللي يخدم في القباضة يعلم سجل الوطني اللي جرائم الجوالين، يقول لهم صاحب رخصة سياقة عدد كذا كذا راهو عنده خطية مالية فاتت شهر ما خلصهاش. لهنا تولي مخالفة خطيرة. يعني إذا كان الحاكم يوقفني يقى القباضة مدكلاري عليا لأن عندي خطية عندها أكثر من شهر ما خلصتهاش، هوني أبار أنها تضاعف بعد 15 يوم، بعد بشهر تولي مخالفة خطيرة 60 دينار. واضح؟ يعني هوني رخصة سياقة معلقة الصلاحية هي مخالفة خطيرة 60 دينار. به. واذا كان انت مشي في بالك رخصة سياقة منتهية الصلاحية، كيش معناها منتهية الصلاحية؟ منتهية الصلاحية ديجا خطيتها وحدها. منتهية الصلاحية نحن قلنا بالنسبة للتجديد، بالنسبة لأعمارهم أقل من 60 سنة ينجم يجدوا رخصة سياقة كل 10 سنوات، وبالنسبة لأعمارهم ما بين 60 و 76 سنة كل 5 سنوات، وبالنسبة لأعمارهم فوق 76 سنة كل 3 سنوات. إذا كان أنت تفوت المدة المعينة وما تجددش فيها رخصة السياقة متاعك في الوقت المحدد، هوني تولي فيها شهر حبس وخطية مالية من 61 دينار ل 100 دينار. أكهو شهر حبس وخطية مالية من 61 دينار ل 100 دينار. واضح؟ يلا سيدي نواصلوا. حبيب قلبي انت تتفرج ما تنساش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو كومنتير تحكينا فيه على التجربه بتاعك في الكود، وكان حسيت لي انا عملتك باش تاخذ الكود ما تنسانيش في المبروك متاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان، وما تنساو زاد باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالد. يلا سيدي نواصل. للسير إلى الأمام وضعيتي صحيحة: A نعم، B لا. للسير إلى الأمام وضعيتي صحيحة: A نعم، B لا. الإجابة الصحيحة هي B
لا. علاش لهنا لا ما نجمش نواصل سيري الى الامام؟ على خاطر لهنا عندي سهم اتجاه في وسط المسلك متاعي. السهم الاتجاه في وسط المسلك متاعي هذاك اعتباره على علامة جبر، يعني يجبرني وين باش نمشي. مثال لهنا، مثال عنا الكهرباء الصفراء. الكهرباء الصفراء كي تمشي في المسلك هذاك اجباري عليها باش تدور على اليمين. بالنسبة للكهرباء الزرقاء كي تمشي في المسلك هذاك اجباري عليها يتكمل قدام يدور على اليمين. بالنسبة تو الكهرباء الجري كي تمشي في المسلك هذاك اجباري عليها كان باش تواصل قدام. بالنسبة للكهرباء الخضراء اجباري عليها يتكمل قدام يدور على اليسار. وبالنسبة للكهرباء الحمراء اجباري عليها باش تدور على اليسار. يعني كي نلقاو السهم الاتجاه في وسط المسلك متاعي اعتباره على علامة الجبر، يعني تجبرني كي نمشي في المسلك هذاك منين باش نمشي. واضح؟ هذا بالنسبة لاسهم الاتجاه. توا نجمو نلقاو زادا سهم الانزواء كي يبدا في وسط المسلك متاعي. مش ركزوا معايا تو تفهموه. بالنسبة لسهم الانزواء كي يبدا في وسط المسلك متاعي، يعني في وسط المسلك نلقاو سهم الانزواء كما نشوفوا هنا في التصويرة هذاك. يعني نحنا كان عندنا زوز مسالك يهزوا المسلك اللي على اليسار اللي فيه سهم الانزواء هذاك باش يوفى. يعني كي نلقى سهم الانزواء في وسط المسلك هذاك يجبرني باش نرجع نشد يميني وما عادش نستعمل المسلك على اليسار على خاطر يدل على نهاية مسلك. هذاك نلقاو سهم الانزواء في وسط المسلك. بالنسبة لسهم الانزواء كما نجم نلقاوه في وسط المسلك اللي هو يعلن عن نهاية مسلك، يعني والمسلك اللي على اليسار وفاء، يعني كياس فيه زوز مسالك. المسلك اللي على اليسار وفاء اجباري عليا باش نرجع نشد المسلك الايمن. هذوما الاسهم الانزواء كيبداو في وسط المسلك. تو نشوفوا اسهم الانزواء كيبداو في وسط الخط المتقطع شنو يرمزوا. بالنسبة لسهم الانزواء كي يبدأ في وسط الخط المتقطع وفي نفس اتجاه الجولان متاعي، هذا يعلم أن الخط المتقطع باش يولي متواصل نشد يميني وممنوع المجاوزة. السهم الانزواء كي يبدأ في وسط الخط المتقطع وفي نفس اتجاه الجولان متاعي يعلني أن الخط المتقطع باش يولي متواصل نشد يميني وممنوع المجاوزة. واضح؟ باهي برشا. وكي نلقاو سهم الانزواء في وسط الخط المتقطع اما عكس اتجاه الجولان متاعي، يعني عكس اتجاه الجولان متاعي كما نشوفوا لهنا في التصويرة، هذا يعلني انه كان عنا خط متواصل باش يولي عنا خط متقطع نجم نقوموا بالمجاوزة اذا كان بالطبيعة توفرت الشروط الاخرين. واضح؟ لهنا يعلني انه الخط المتواصل باش يولي متقطع نجم نقوم بالمجاوزة. واضح؟ وبالنسبة لسهم الانزواء قلنا كي نلقاوه في وسط المسلك كيما هكايا، هذا يعلني عن نهاية مسلك. يعني كياس كان فيه زوز مسالك يهزوا المسلك اللي على اليسار باش يوفى يلزمني نرجع نشد المسلك الأيمن. يعني هذايا سهم الانزواء كي يبدا في وسط المسلك يعلني عن نهاية مسلك. واضح؟ حبيب قلبي وانتي تتفرج ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو وكومنتير كان ما تفهمش حاجه. وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ الكود ما تنسانيش في المبروك متاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. وما تنساو زاده باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. عند اختراق هذه السكة الحديدية أتعرض إلى خطية مالية فقط، ب السجن فقط، ج سحب رخصة السياقة. عند اختراق هذه السكة الحديدية أتعرض إلى خطية مالية فقط، ب السجن فقط، ج سحب رخصة السياقة. الإجابة الصحيحة هي جيم سحب رخصة السياقة. بين نحن لهناش عنا في التصويرة عنا علامة متاع تقاطع طريق مع سكة حديدية ذات مسلكين أو أكثر. أما لهنا هوني عندي ضوء أحمر. باهي كي يبدا عندي ضوء أحمر شنو نوع الخطية اللي عندي؟ اللي هي جنحة من الصنف الأول الجزء الأول. كيما عنا مثال أو باش نعطيكم نفس الخطايا اللي عندهم نفس الخطية اللي هي عنا عدم احترام الضوء الأحمر، عدم احترام علامة قف، المرور وحواجز السكة الحديدية في حالة تحرك، حمل أشخاص على عربة غير مهيئة لذلك، المجاوزة الممنوعة، الفرار إثر حادث انجر عنه ضرر مادي للغير،
السير إلى الوراء على المعبد في طريق السيارة، واستعمال آلة كشف الرداء. إذا كان باش نقوم بوحدة من هذوما أرتكب قلنا جنحة من الصنف الأول الجزء الأول شفاها فيها سحب رخصة السياقة من شهر 6 شهور، واختية مالية من 61 دينار إلى 100 دينار، ومعهم شهر سجن. سحب رخصة سياقة من شهر 6 شهور، اختية مالية من 61 دينار ل 100 دينار، ومعهم شهر سجن. جي انت لهنا تقول لي باهي اوكي هاك هوني ما حطيناش نحن اختية مالية ولا سجن، علاش حطينا سحب رخصة السياقة؟ لأني على خاطر في الاقتراحات حط لك اختية مالية فقط، اللي هي مش فقط معها زاد السجن ومعها سحب رخصة السياقة. وبالنسبة للاقتراح ب زاد كيف قال لك السجن فقط، لا سيدي مش فقط، مع خطية مالية وسحب رخصة السياقة. لأني حط لنا سحب رخصة السياقة وما حطش فقط. واضح؟ نعودوهم شنو الخطايا اللي عندهم نفس الخطايا من الجنح من الصنف الأول الجزء الأول. قلنا عدم احترام علامة قف، عدم احترام الضوء الأحمر، المرور وحواجز السكة الحديدية في حال التحرك، المجاوزة الممنوعة، حمل أشخاص على عربة غير مهيئة لذلك، الفرار إثر حادث أن جرى عنه ضرر مادي للغير، السير إلى الوراء على معبد في طريق السيارة، واستعمال آلة كشف الرداء. هذوما قلنا جنح من الصنف الأول الجزء الأول فيهم سحب رخصة السياقة من شهر 6 شهور، واختية مالية من 61 دينار ل 100 دينار، ومعهم سجن لمدة شهر. ونعاود نقول لكم راكم مازلتوا تعديوا بالسيستم القديم. واضح؟ حبيب قلبي وانت تتفرج ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو، وما تنساوش زاد باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء الوالده. وكان حسيت لي نعاونتك باش تاخذ الكود ما تنسانيش في المبروك متاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. يلا. في هذه الوضعية ما زال بإمكاني السير إلى الأمام. نعم. لا. في هذه الوضعية ما زال بإمكاني السير إلى الأمام. نعم. لا. الإجابة الصحيحة هي ب. لا. في هذه الحالة لا يمكنني السير إلى الأمام. علاش؟ لأني عندي أضواء ثلاثية هاوكا أحمر ومعها ضوء استثنائي أخضر. السهم ذاك يبدأ بار 3 ألوان الموجودين اللي هو الأحمر والبرتقالي والأخضر، نقاو سهم آخر استثنائي. السهم ذا الاستثنائي نقوه في الطرقات اللي يكثر فيها الاكتظاظ باش يسهل عملية المرور. لهنا نلقاو هوني في هذه الوضعية قالك عند السير إلى الأمام. السير إلى الأمام أحمر، عندك السير إلى الأمام أو دوران إلى اليسار أحمر. هوني يلزمني نقف إذا كان باش نكمل قدام ولا باش ندور على اليسار. إذا كان قال لي باش ندوروا على اليمين لأني عندي السهم الاستثنائي أخضر. كيبدا السهم الاستثنائي أخضر نتعداو. إذا كان نلقاو السهم الاستثنائي أحمر نقفوا، وإذا كان نلقاو السهم الاستثنائي برتقالي نمر مع فسح المجال، يعني نفسح المجال ونتعداو وراهم. واضح؟ بالنسبة للسهم الاستثنائي إذا كان نلقاوه أخضر نتعداو، أحمر نقفوا، الضوء الاستثنائي برتقالي نفسحوا المجال ومن بعد نتعداو. واضح؟ يلا حبيب قلبي وانت تتفرج ما تنساش باش تعمل جيم الفيديو، ابوني للشان، وكومنتير تحكينا فيه على التجربه نتاعك في الكود. وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ الكود ما تنسانيش في المبروك نتاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. وكالعاده ما تنساوش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. لتعديل مستوى سائل التبريد يفتح هذا الغطاء. عندما يكون المحرك ساخنا. ب. عندما يكون المحرك باردا. لتعديل مستوى سائل التبريد يفتح هذا الغطاء. عندما يكون المحرك ساخنا. ب. عندما يكون المحرك باردا. الإجابة الصحيحة هي ب. عندما يكون المحرك باردا. علاش؟ هذا مستوى سائل التبريد اللي هو الماء متاع الرادياتور، هو اش يعمل؟ هو يبرد المحرك.
واضح. لهنا نحنا ديما اذا كان باش نتفقدوا الكهرباء ديما في كل شيء ماذا بينا كي تبدا بارده، خاصه سائل التبريد الماء نتاع الرادياتور. لهنا اذا كان نحل الدبوزه نتاع الماء وهي الكهرباء سخونه، لهنا حتى الماء اللي في وسط الدبوزه الكل باش يخرج، على خاطر يبدا يغلي. كي تحل الدبوزه يبدا يبقبق يخرج الماء اللي في الدبوزه الكل. لهنا نستناو الكهرباء اللي تبرد ومن بعد نحل الدبوزة. بالنسبة إذا كان احنا باش نعدلوا في مستوى سائل التبريد ولا مستوى سائل ماسح البلور ولا الماء متاع البطري ولا أي ماء في الكهرباء، ديما نستعملوا في مرحلة أولى سائل خاص. إذا كان في بلاصة ما لقيتش فيها سائل خاص نولي نستعمل ماء مقطر. يعني إذا كان في الاقتراحات ما لقيتش سائل خاص تلقى ماء مقطر، غمض عينك وحط ماء مقطر. واضح. حبيب قلبي كما قلت لكم اللي ما يفهمش حاجه يحب يتحصل عليه نجم يتحصل عليه على الفيسبوك اللي جا وريتو لكم اول فيديو هذايا، ولا على الواتساب 20 036 144 20 036 144. وما تنساوش باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء الوالده، وما فيها باس تحكونا على التجربه نتاعكم في الكود. يلا نواصلوا. ينجر عن استعمال رباط الضغط للمصاب: A نزيف داخلي، B نزيف خارجي. ينجر عن استعمال رباط الضغط للمصاب: A نزيف داخلي، B نزيف خارجي. الإجابة الصحيحة هي A نزيف داخلي. انا متاكد لهنا برشا حصلتوا فيه السؤال هذايا جراء التسرع نتاعكم. لهنا في السؤال ما قالكش وقتاش نستعمل رباط الضغط، قالك شنيا ينجر عنه، يعني كي نستعمله شنيا ينجر عنه. اذا كان قالك وقتاش نستعملوه بطبيعه الحال في حالة نزيف دموي خارجي، كيبدا الدم خارج لبرا، ومش ديريكت زاد نستعملو. في حالة بركة نستعملو ديريكت كيبدا ثما مسعف واحد امام معدة مصابين وما فما حتى واحد يتكفل بالابلاغ، وقتها ندخل ديريكت نستعمل رباط الضغط باش نمنع اكثر عباد. اما اذا كان نلقى مصاب ولا زوز لهنا نولي نستعمل اول حاجة بالمراحل، اللي هي اول حاجة الضغط اليدوي المباشر على مكان الجرح، والعملية ذي تدوم لبضع دقائق. اذا كان دم كف، إذا كان دم ما كفش لهنا نكملوا نواصلوا بالمرحلة الثانية اللي هي نقطة الضغط. ونقطة الضغط نستعملوها يا إما بالإبهام يا إما بقبضة اليد، يا إما بالإبهام يا إما بقبضة اليد. والعملية ذي كيف زاد تدوم لبضع دقائق. إذا كان الدم لهنا زاد كيف إذا كان الدم كف، إذا كان الدم ما كفش بقى معناها يخرج بنفس الصفة، لهنا نولي نستعملوا الرباط الضغط. والرباط الضغط عنا حق نعملوه، ما عناش حق نحيوه الا ما يجي طبيب المختص هو اللي يحل رباط الضغط. علاش؟ على خاطر نحنا اذا كان وصلنا حطينا رباط الضغط، يعني وصلنا لمرحله ان نحنا ما نجمناش نتحكموا في الدم، يعني الدم قاعد يخرج بنفس الصفه. كي نستعملوا رباط الضغط لهنا نحنا باش نوليو نحبسوا الدم الداخل، لهنا ينجر عنه نزيف داخلي. هذاك علاش كي نستعملوا رباط الضغط يلزمني نقيد الوقت ونقعد بحذاه حتى لين يجي طبيب المختص ونقول له شنو المراحل اللي عملتهم باش هكاك نجموا نمنعوا المصاب. واضح. لهنا ديما نثبتوا شويه والتسرع لا. واضح. حبيب قلبي وانتي تتفرج ما تنساش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء الوالده، وما تنساش زاد باش تعمل ابوني للشان وجنب الفيديو وكومنتير تحكينا فيه على التجربه نتاعك في الكود، وبون كوراج للناس الكل. يلا نواصلوا. تدل هذه العلامة عن A منعرج واحد خطير، B عدة منعرجات خطيرة، ج طريق مزلق. تدل هذه العلامة عن A منعرج واحد خطير، B عدة منعرجات خطيرة، ج طريق مزلق. الإجابة الصحيحة هي جيم طريق مزلق. به لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بالنسبة للعلامة متاع منعرج واحد خطير اللي هي العلامة هذية، بالنسبة للعلامة متاع عدة منعرجات خطيرة اللي هي العلامة هذية، بالنسبة لطريق مزلق اللي هي العلامة ذي اللي جاتنا في السؤال. بغيف لهنا بالنسبة للمثلثات، مثلثات بصفة عامة اللي دايرين بالأحمر وأبيض من داخل،
بصفة عامة هم مثلثات اختر ما عدا 4 مثلثات متاع أولوية اللي هما هذوما اللي نعرفوه. واضح. أبار الأربع العلامات متاع الأولوية، العلامات الأخرين الكل اللي يبدأوا مثلثات ودايرين بالأحمر وبيض من داخل وهما مثلثات خطر. بالنسبة لمثلثات خطر بصفة عامة نلقاوهم داخل أو خارج موطن عمران. بالنسبة لعلامات الخطر إذا كان نلقاوهم داخل موطن عمران نلقاوهم قبل الخطر ب50 متر. قبل الخطر ب50 متر بتجيك العلامة أنت تجري ب50 كيلومتر في الساعة، تلقى علامة خطر يزيد يعطيك 50 متر في يدك باش تحضر روحك للخطر الموجود في وسط العلامة. واضح. واذا كان نلقاهم خارج موطن عمران بالنسبة لعلامات الخطر نلقاهم قبل الخطر ب150 متر. خارج موطن عمران انت تجري في 90 كيلومتر في الساعة، كي تلقى علامة الخطر زيد يعطيك 150 متر باش تحضر روحك باش تلقى الخطر اللي لقيته في العلامة. واضح. بالنسبة في علامات الخطر فما علامة بركة اللي يلزمك تطبقها ابتداء من العلامة اللي هي العلامة هذية. العلامة هذية يعني طريق باش يولي ذو اتجاهين. هذه العلامة الوحيدة في علامة الخطر اللي يلزمك تطبقها ابتداء من العلامة، يعني منين تبدأ العلامة هذية تبدأ علامة الخطر. واضح. هي العلامة الوحيدة في علامة الخطر اللي يلزمني نطبقها ابتداء من العلامة. واضح. بالنسبة للعلامات الآخرين إذا كان نلقاهم داخل موطن عمران نلقاو علامات الخطر قبل الخطر ب50 متر، خارج موطن عمران نلقاو علامات الخطر قبل الخطر ب150 متر. وساعات نلقاو علامات الخطر على أعمدة كيما هكايا فيها خطوط انكليني على جنب احمر، على كل خط احمر مسافه تقريبيه ب50 متر. يعني اذا كان نلقى عمود فوق علامه اخطر وفيها خط بركه يعني بعد العلامه ب50 متر باش نلقى الاخطر. اذا كان نلقى في العمود زوز خطوط احمر يعني بعد ب100 متر، 3 خطوط احمر بعد ب150 متر. كما تفهمنا هي اهم حاجه في الطرقات في القانون، اهم حاجه هي السلامه على الطرقات. واضح. حبيب قلبي وانت تابع فيا في 2024. اذا كان ما لقيتش برشا فيديوهات على خاطر ماك تعرفوا ضغوطات الحياة وكل هذاك عليه ماني قاعد نبطأ في الفيديوهات. اما راهو زاد الخدمة القديمة هي بيدا يعني مازلتوا تعديو بسيستم القديم، يعني حتى الفيديوهات متاعي القدوم راهم افيكاس على الاخر. كما تفهمنا اللي ما فهمش حاجة ينجم يبعث لي على الواتساب 20 036 144 ولا يبعث لي على البروفيل متاعي مستر دايمون. ديجا قلت لكم اول فيديو هذاك كيفاش نجم تحصلوا عليه. يلا سيدي. السياقة برخصة سياقة منتهية الصلاحية تعتبر A مخالفة عادية، B مخالفة خطيرة، ج جنحة. السياقة برخصة سياقة منتهية الصلاحية تعتبر A مخالفة عادية، B مخالفة خطيرة، ج جنحة. الإجابة الصحيحة هي جيم جنحة. السياقة برخصة سياق منتهية الصلاحية هي جنحة. اختيتها فيها اختية مالية من 61 دينار ل100 دينار ومعهم شهر سجن. اختية مالية من 61 دينار ل100 دينار ومعهم شهر سجن. شو معناها رخصة سياقة منتهية الصلاحية؟ اللي مثلا سائق اللي ما يجددش الرخصة السياقة متاعو في الأجل القانوني. اللي هو شنية الأجل القانوني؟ قلنا بالنسبة لسائق اللي عمره أقل من 60 سنة يجدد الرخصة متاعه كل 10 سنين. بالنسبة لعمرهم ما بين 60 و 76 سنة يجددوا الرخصة متاعهم كل 5 سنين. وبالنسبة اللي عمرهم أكثر من 76 سنة يجدوا الرخصة متاعهم كل 3 سنين. إذا السائق اللي ما يجددش الرخصة متاعه في الأجل القانوني لهنا يرتكب جنحة فيها شهر حبس واختية مالية من 61 دينار إلى 100 دينار. شهر حبس واختية مالية من 61 دينار ل 100 دينار. به توا باش نذكروا شنية المخالفات اللي تنجم تجيني على رخصة السياقة. عنا زادة سائق يسوق بزوز رخص سياقة من نفس الصنف. يعني هوني قاعد يتحايل، يعني هوني عنده تزوير في أوراق رسمية في باله بروحه ذكي برشا، عنده رخصة سياقة ومشيد الذياع ومدوله رخصة أخرى. لهنا يقول لك حتى كان فكولي برمي نقعد ندور برمي. اللي يفقوا بسائق عنده زوز رخص سياقة من نفس الصنف لهنا يرتكب جنحة زادة كيف فيها شهر حبس واختية مالية من 61 دينار ل 100 دينار. شهر حبس واختية مالية من 61 دينار ل 100 دينار.
وعندنا رخصة سياقة معلقة الصلاحية. رخصة سياقة معلقة الصلاحية هي مخالفة اختيرة. مخالفة اختيرة 60 دينار. شو معناها رخصة سياقة معلقة الصلاحية؟ يعني سائق يرتكب مخالفة عادية وبقى به بالنسبة اللي متحصل على مخالفة عادية يلزمه يخلصها في مدة 7 أيام. اللي يمشي يخلصها في مدة 7 أيام أموره واضحة. إذا كان يصحح راسه ويقعد 15 يوم، بعد 15 يوم تولي تضاعف، يعني ملي كانت 20 دينار تولي 40 دينار. واذا كان يزيد يصحح راسه ويقعد شهر كامل ما يمشيش يخلص، لهنا قابض الماليه يعلم السجل الوطني لجرائم الجولان ويقول لهم صاحب رخصه سياقه عدد كذا كذا راهو عنده مخالفه عاديه بقى شهر كامل ما خلصش، لان تصبح رخصه سياقه معلقه الصلاحيه يعني غير صالحه للسياقه. كي يوقفوك وانت عندك خطايا ماكش مخلصهم، يعني عندك مخالفة عادية بقيت شهر كامل ما خلصتهاش، لأن تصبح رخصة سياقة معلقة الصلاحية، يعني مخالفة اختيارا. واضح. وعندنا توا السياقة بدون رخصة سياقة. السياقة بدون رخصة سياقة يعني واحد يسوق من غير برمي، هذه فيها 6 شهور سجن مع خطية مالية 500 دينار مع إيقاف العربة على وجه الاحتياط. 6 شهور حبس، خطية مالية من 100 ل 500 دينار، ومعهم إيقاف العربة على وجه الاحتياط حتى لين يجي شكون عنده برمي يروح بها. واضح؟ يلا سيدي حبيب قلبي، وانت تتفرج ما تنساش تعمل الجيم بالفيديو، ابوني للشين، كومنتير كما تفهمش حاجه، كنت تحب تحكي نعطيك في الكود افيك بليزير. وانكوراج الناس الكل، واللي ما يفهمش حاجه ينجم يبعث لي على الواتساب 20 036 144. وما تنسوش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. يجب استعمال سلاسل الثلوج: A على العجلات الأربعة، B على الأقل على العجلات المغزل المحرك. يجب استعمال سلاسل الثلوج: A على العجلات الأربعة، B على الأقل على العجلات المغزل المحرك. الإجابة الصحيحة هي ب على الأقل على العجلات المغزل المحرك. بيركزوا معايا بالكدا، لهنا هذه عنا هوني علامة مدورة وزرقاء هي علامة الجبر، لهنا يعني يجب إجباري علينا نحطوا سلاسل الثلوج. بيتبعوني بالكدا، نحن في تونس ما عناش برشا ثلج، عنا مناطق معينة كما تبرقة كما الكيف كما سيدي حمادة في سليانة، معناها كيما في تالا، معناها بلايص محددة، مانيش في البلايص الكل معناها عندنا ثلج. يعني كي نبدا انا نسوق في بلاصه فيها ثلج، اقل شيء نحط على عجلات المغزل المحرك باش نجم نتحكم في الكهرباء. ايش معناها المغزل المحرك؟ هو المغزل هو الوحده اللي تشد عجلتين في نفس الشيره. واضح. المغزل هو الحديدة اللي يشد عجلتين في نفس الشيء. عندنا مغزل ثابت ومغزل محرك. المغزل المحرك هو اللي يحكم في اتجاه الكهرباء. إذا كان نحن ثبتنا العجلات هذوكم على الكياس، قدرة ربي نكونوا أكثر سلام. وكما تفهمنا أهم حاجة هي السلامة على الطرقات، يلزمني ديما نخمم في سلامتي وسلامة غيري على الطرقات. واضح. حبيب قلبي، وانت تبع في عمك دايمون، ما تنساش باش تعمل ابوني للشين وجيم الفيديو كومنتير كان ما فهمتش حاجه، ولا تبعث لي على الواتساب ولا على الفيسبوك. وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ الكود، ما تنسانيش في المبروك نتاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشين. وما تنساو زاده باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. في هذه الحالة يخفض الحد الأقصى للسرعة ب A 10 كيلومتر في الساعة، B 15 كيلومتر في الساعة، ج 20 كيلومتر في الساعة. في هذه الحالة يخفض الحد الأقصى للسرعة ب A 10 كيلومتر في الساعة، B 15 كيلومتر في الساعة، ج 20 كيلومتر في الساعة. الإجابة الصحيحة هي جيم 20 كيلومتر في الساعة. يتابعوني بالكدا، نحن قلنا عنا 3 مواطن، عنا موطن عمران وخارج موطن عمران وطريق السيارة. بالنسبة لموطن عمران نلقاو فما رصيف، إذا كان نلقاو في التصويرة فما رصيف يعني نحن غاديكا داخل موطن عمران. إذا كان نلقاو طريق، الحافة الطريق متاعو يبدا خط متقطع وقريب لبعضه، لهنا يعني نحن خارج موطن عمران. وبالنسبة في طريق السيارة نلقاو حافة الطريق فيها خط طويل ومن بعد يتقص ومن بعد يرجع طويل ومن بعد يتقص، هذاك يأكد اللي نحن في طريق السيارة. بغيف إذا كان فما مطر ذباب ولا الثلج، مطر
ضباب ولا ثلج. داخل موطن عمران النقص 10 كيلومتر في الساعة، خارج موطن عمران وفي طريق السيارة النقص 20 كيلومتر في الساعة. يعني داخل موطن عمران طريق جاف، أقصى سرعة إجبارية 50 كيلومتر في الساعة. كياس الطريق متاعنا في مطر ولا ذباب ولا الثلج النقص 10 نوليو نجريو في 40 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة خارج موطن عمران طريق جاف 90 كيلومتر في الساعة. كبدا طريق في مطر ولا ذباب ولا الثلج النقص 20 تولي 70 كيلومتر في الساعة. وإذا في طريق السيارة أقصى سرعة إجبارية في طريق السيارة 110 كيلومتر في الساعة. إذا كان كياس متاعي مطر ولا ذباب ولا الثلج النقص 20 تولي 90 كيلومتر في الساعة. كما تفهمنا هي أهم حاجة هي السلامة على الطرقات. يلزم ديما ردوا بالنا. بالنسبة كي تبدا مطر ولا ذباب ولا الثلج كما تفهمنا ديما نستعملوا أضواء المقاطعة. واضح؟ حبيب قلبي، كان حسيت عمك دايمون عاونك باش تاخذ الكود. ما تنسوش في المبروك نتاعو 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. مش مشكل حتى كان عنده بيرمي باش يدخل قناه تعليم السياقه خلصه ويعمل ابوني، مش باش يخسر حتى شيء. يلا شباب، بدايه كيما كنا اول شان يوتيوب تونسيه تتحصل على الدرع 100,000، نكونوا اول شان في العالم خاصه بقواعد الجوالين والسلام على الطرقات تتحصل على الدرع المليون. يلا حبيبي. وقوف هذه السيارة: A مسموح به، B مضايق، ج خطير. وقوف هذه السيارة: A مسموح به، B مضايق، ج خطير. الإجابة الصحيحة هي B وقوف مضايق. الكهرباء الجري كيفاش واقفة عجلتين على الرصيف وعجلتين في الكياس لهنا باش يولي ضايق المترجلين. الرصيف خاص بالمترجلين. بيتابعوني شوية نعرفكم بوخلاء هذاك علاش باش نغذيكم بالمعلومات بالنسبة للوقوف والمخالفات متاع الوقوف وشنية قداش لازم يخلي باش نجم نقف. بغيف ركز معايا لهنا. اذا كان نحن باش نقفوا مع جنب رصيف، اول حاجه يلزم نخلي ما بين العجله متاعي ما بين كرهبتي وحافه الرصيف اقل حاجه 25 سنتيمتر واكثر حاجه 30 سنتيمتر. اذا كان باش نقفوا مع جنب رصيف يلزمني نخلي 25 سنتيمتر كاقل حاجه واكثر حاجه 30 سنتيمتر. يعني لن نجم نقف اقل من 25 سنتيمتر، لن نجم نقف اكثر من 30 سنتيمتر. واضح؟ هذه حاجة. إذا كان باش نقفوا قبل ممر خاص بالمترجلين، إذا كان باش نقفوا قبل ممر خاص بالمترجلين يلزمني نخلي 3 متر. إذا كان تو باش نقفوا قبل مفترق داخل موطن عمران يلزمني نخلي 3 متر. إذا كان باش نقفوا توا قبل مفترق خارج موطن عمران يلزمني نخلي 10 متر على المفترق ونجم نقف. إذا كان باش نقفوا قبل سكة حديدية داخل موطن عمران يلزمني نخلي 10 متر. إذا كان باش نقفوا قبل سكة حديدية خارج موطن عمران يلزمني نخلي 30 متر. وإذا كان باش نقفوا قبل منعرج خطير يلزمني نخلي 50 متر. واضح؟ بين تعديل المخالفات متاع الوقوف. المخالفات متاع الوقوف بالنسبة للوقوف المضايق والخطير. الوقوف المضايق والخطير داخل أو خارج موطن عمران. الوقوف المضايق والخطير داخل أو خارج موطن عمران لهنا ارتكب مخالفة عادية 20 دينار. مخالفة عادية 20 دينار. وإذا كان باش نقف بكيفية تكون فيها 4 أجيال على مسلك الوقوف الاضطراري في طريق السيارة. في طريق السيارة نحن قلنا عنا بيست اسمه مسلك الوقوف الاضطراري. إذا كان باش نقف في المسلك متاع الوقوف الاضطراري بدون موجب، يعني ما عنديش حاجة تجبرني باش نقف غاديكا، لهنا ارتكب مخالفة خطيرة 60 دينار. مخالفة خطيرة 60 دينار إذا كان باش نقف بدون موجب على مسلك الوقوف الاضطراري في طريق السيارة بكيفية تكون فيها 4 أجيال على مسلك الوقوف الاضطراري. إذا كنت باش نقف في طريق السيارة بدون موجب بكيفية تكون فيها عجلتين على مسلك الوقوف الاضطراري وعجلتين في طريق السيارة. عجلتين على مسلك الوقوف الاضطراري وعجلتين في طريق السيارة لهنا تولي جنحة فيها شهر حبس وقتية مالية من 61 دينار إلى 100 دينار. شهر حبس وقتية مالية من 61 دينار إلى 100 دينار. واضح؟
حبيب قلبي وانت تبع فيا ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو كومنتير كان تحكينا فيه على التجربه نتاعك، ولا كان ما فهمتش حاجه تنجم تبعث لي على الواتساب ولا على الفيسبوك نتاعي. بون كوراج الناس الكل، ما تنساوش باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. لمواصلة السير إلى الأمام يمكنني مجاوزة المترو من اليمين. نعم. ب لا. لمواصلة السير إلى الأمام يمكنني مجاوزة المترو من اليمين. نعم. ب لا. الإجابة الصحيحة هي نعم، يمكنني مجاوزة المترو من اليمين. أنا متأكد اللي ثم برشا غلطوا، بما أن نحن معناها بصفة عامة إذا كي نقراو بالنسبة للمجاوزة قلنا المجاوزة تتم من شيرة اليسار، في حالة برك نجم نتجاوز على اليمين كي تبدا الكرهبة اللي قدامي مشعلة أضواء تغيير اتجاه باش تدور على اليسار. نحن في الحالة هذيا برك نجمو نتجاوزوها من شيرة اليمين. هذايا بالنسبة للكرهب. بالنسبة للكراب قلنا بصفة عامة المجاوزة على اليسار، في حالة برك نجم نتجاوزوا على اليمين كي تبدا الكرهبة اللي قدامي مشى على الأضواء تغير اتجاه باش تدور على اليسار. أما لهنا عندنا مترو عنده سكة حديدية كما نشوفوا فيها لهنا في الوسط، سكة حديدية. لا أنا باش نقلقه لا هو باش يقلقني، لا أنا باش نقلقه لا هو باش يقلقني. نحن لهنا عندنا كياس اللي يهز من شيرة اليمين ونثبتوا بالكدا توا لهنا من شيرة اليسار عندنا كرهبة بيضة جاية في الاتجاه المعاكس، يعني الكرهب اللي جايين من شيرة اليسار يعني من شيرة المترو من غادي. باهي لو فرضنا نحن لهنا المترو طاحلو لهواء ناقف انا غادي ما عادش نتعدى نوقف حياتي كلها على خاطر المترو هذاك واقف. ليه هو عنده سكه نتاعو بالنسبه للمترو كي باش نتجاوز ومانيش باش نرجع قدامه. لا انا باش نقلقه له هو باش يقلقني، هو عنده سكته يمشي على روحه. انا المسلك اللي يهز من شيره اليمين نقص من السرعه نثبت في كياسي واحده واحده ونتعدى. بالنسبه خاطر لهنا بالنسبه للكراب اللي جايين في الاتجاه المعاكس جايين في المنشيره اليسار كما قلنا هكا مع جنب المترو منشيره اليسار. واضح؟ يلا حبيب قلبي وانت تابع فيا ما تنساش بتعمل ابوني للشان وجم الفيديو، وما تنساوش باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء الوالد. وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ الكود ما تنسانيش في المبروك نتاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. واضح؟ عندما تكون العجلات منفوخة أقل من اللازم هل يقع حرارة فقط، ب انفلاق فقط، ج حرارة وانفلاق؟ عندما تكون العجلات منفوخة أقل من اللازم هل يقع حرارة فقط، ب انفلاق فقط، ج حرارة وانفلاق؟ الإجابة الصحيحة هي جيم حرارة وانفلاق. نحن قلنا تحت المطاط هذاك فما هياكل، فما أطواق ذات هيكل شعاعي، أطواق ذات هيكل قطري، وأطواق ذات هيكل قطري محزم. يعني تحت البلاستيك متاع البنو هذاك متاع العجلة فما هياكل حديد. هذيك كي تبدا العجلة تبدا ناقصة، كي تبدا تمشي في الكياس الحديد هذاك باش يسخن وكسخان هذيك تولد انفلاق. يعني اذا كان باش نمشي باطارات منفوخين اقل من اللازم ينجر عنها حراره وانفلاق. هذه حاجه من الحاجات اللي ينجر عنها كي نمشي باطارات منفوخين اقل من اللازم. كي نمشي باطارات منفوخين اقل من اللازم شنو ينجم يصير؟ اول حاجه يصير تآكل أكثر الأخاديد الموجودين في وسط العجلة، يعني العجلة تولي تتهرى في ساعة. واضح؟ يعني العجلي يوليو يتهراو في ساعة كي نمشي بإطارات منفوخين أقل من اللازم. وزاد يصير خلل في المخمدات قلنا اللي هما الباتانات اللي الرابط ما بين العجلة والمغزل يصير فيهم خلل كي نمشي بإطارات منفوخين أقل من اللازم. والكهرباء تولي تستهلك أكثر وقود، يعني الكهرباء تولي تستهلك أكثر وقود ويتولد عندها وزاد ينجم يتوفر حرارة وانفلاق. يعني كي نمشي بإطارات منفوخين أقل من اللازم عندنا تآكل أكثر الأخاديد، يعني الأخاديد يوليو يتآكلوا بصفة أسرع، خلل في المخمدات، استهلاك أكثر الوقود مع حرارة وانفلاق. باهي وكي نمشي تو بإطارات منفوخين أكثر من اللازم شنية ينجر عنها؟ كي نمشي بإطارات منفوخين أكثر من اللازم ينجر عنها خلل في أجهزة الارتكاز، وعنا خلل في المخمدات،
وعدم نجاعة الفرملة كي نمشي بإطارات منفوخين أكثر من اللازم، خلل في أجهزة الارتكاز اللي هما لي رومورتوسور، وعنا خلل في المخمدات، وعدم نجاعة الفرملة. واضح؟ به قلنا كي نمشيو نحنا، نرجع نذكركم شويه، قلنا كي نمشيو باطارات منفوخين اقل من اللازم الكهرباء تولي تستهلك اكثر وقود. به شنو الحاجات اللي نجم شنو الحاجات اللي يزيدوا في استهلاك الوقود؟ عندنا مصفات الهواء كي تبدا متسخه اكثر من اللازم. مصفات الهواء هي المهمه نتاعها تمنع تسرب الغبار للمحرك. كي يبدا مصفاة الهواء مسخة الكهرباء تولي تستهلك أكثر وقود. شنو كيفاش لازمني نعملها مصفاة الهواء؟ يلزمني نبدلها كل 20,000 كيلومتر. واضح؟ وعندي شمعات الاشتعال. شمعات الاشتعال اللي هما البوجيات. بالنسبة للبوجيات كي يبداو متأكلين، شنو المهمة نتاعهم ساعة البوجيات؟ المهمة نتاعهم هي الشرارة. صحيت، تعطيني الشرارة للمحرك. إذا كان يتأكلوا شمعات الاشتعال يعني تيبو، هون تولي شرارة ضعيفة، ينجر عنها صعوبة في انطلاق العربة مع استهلاك أكثر للوقود. صعوبة في انطلاق العربة مع استهلاك أكثر للوقود. وقتاش نبدلهم شمعات الاشتعال؟ نبدلهم في الإبان حسب نوعيتها. يعني نحن والكاليتي متاع شمعات الاشتعال عادي، شمعات الاشتعال تشدك عامين، فما تشدك عام، فما تشدك 3 سنين، انت والكاليتي متاع شمعات الاشتعال. وشنو هي الحاجة الأخرى اللي تزيد في استهلاك الوقود؟ عندنا الاستعمال المكثف لعلبة السرعة. الاستعمال المكثف لعلبة السرعة يعني البود فيتيس، نشد يبدا واحد يسوق بريمير دوزيام تروازيام كاتريام تروازيام دوزيام، يقعد يلعب البود فيتيس. هذايا الكهرباء زاد تزيد في استهلاك الوقود. وعندنا زاد الحمولة في السيارة. الحمولة في السيارة يعني على قد ما تهز حمولة في السيارة على قد ما العربة متاعك تستهلك أكثر وقود. واضح؟ وعنا كي نمشيو بإطارات منفوخين أقل من اللازم. كي نمشيو بإطارات منفوخين أقل من اللازم زاد السيارة متاعنا تزيد في استهلاك الوقود. يعني شنو الحاجات اللي يزيدوا في استهلاك الوقود؟ عنا قلنا مصفات الهواء كي تبدا متسخة، وعنا شمعات الاشتعال كي يبداو متأكلين، الاستعمال المكثف لعلبة السرعة، الحمولة في السيارة يعني على قد ما نهز حمولة زايدة في السيارة الكهرباء تزيد في استهلاك الوقود، وسير إطارات منفوخين أقل من اللازم. واضح؟ هذوما يزيدوا في استهلاك الوقود. انت تقول لي كي نمشي باطارات منفوخين اقل من اللازم يصير تآكل الاخاديد وخلل في المخمدات واستهلاك اكثر الوقود وحراره وانفلاق. وكي نمشي باطارات منفوخين اكثر من اللازم يولي عندي خلل في اجهزه الارتكاز وعدم نجاعه الفرمله وخلل في المخمدات. هي انا قداش ننفخ العجالي؟ صحيح ثم ديجا سؤال هذا في الامتحان يقول لك العجالي قداش نزيدوهم هواء، يقول لك ما بين 100 ل 200 ولا ما بين 200 و 300 ولا ما بين 300 ل 400. العجالي ديما ننفخوهم ما بين ال 200 و 300. ما بين ال 200 و 300 جونا باهي. اقل من 200 يعني العجالي مفشوشين، اكثر من 300 يعني العجالي منفوخين اكثر من اللازم، اقل من 200 يعني منفوخين اقل من اللازم. يلزمهم يكونوا ما بين 200 ل 300 كيلو هواء. واضح؟ وبالنسبه للعجالي كما تفهمنا ديما نتفقدوهم وهما باردين. واضح؟ يلا نواصلوا. حبيب قلبي وانت تتفرج ما تنساش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو. كان حسيت لي انا عندك باش تاخذ ما تنسانيش في المبروك نتاعي. وماذا بيا زاد كنت تعطوني فكره على الطريقه الجديده اللي عاملها في 2024، يعني امتحان واحد بالتفصيل الممل. اسكو الطريقه ناجحه ولا وعجبتكم ولا لا؟ وبون كوراج الناس الكل، وما تنساوش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. في هذه الوضعية أخفض من السرعة وأمر بحذر. تتمتع الحافلة بأولوية المرور. في هذه الوضعية أخفض من السرعة وأمر بحذر. تتمتع الحافلة بأولوية المرور. الإجابة الصحيحة هي أخفض من السرعة وأمر بحذر. ثم البعض انا متاكد اللي يجاوبوا بالغلط. علاش؟ على خاطر عندهم معلومه يقول لك الحافله داخل موطن عمران تتمتع بالاولويه. صحيح هي الحافله داخل موطن عمران تتمتع بالاولويه كان عند المقاطعه الصعبه داخل موطن عمران. يعني داخل موطن عمران نحن ماشيين بكرهبتنا وكار جايه في الاتجاه المعاكس وفما طريق ضيق ولا فما اوبستاكل ولا فما حاجه، لهنا الاولويه للحافله على خاطر الحافله مرتبطه مواعيد. يعني الحافله تتمتع بالأولوية كان عند المقاطعة صعبة داخل موطن عمران.
داخل موطن عمران ومقاطعة صعبة، سواء كان ثم اوبستاكل، سواء كان في صعدة، سواء كان طريق ضيق، سواء كان ثم اشغال، ديما تتمتع بالاولوية داخل موطن عمران خاطرها مرتبطة بمواعيد. هذا بالنسبة لداخل موطن عمران. بالنسبة لخارج موطن عمران الحافلة هي تعطيني الاولوية في حالة بركة انا نعطي الاولويه للحافله خارج موطن عمران. كي يبدا قدامي اوبستاكل خارج موطن عمران، انا وقتها نعطي الاولويه للحافله. ما عنديش اوبستاكل قدامي، الحافله هي اللي تعطيني الاولويه. واضح؟ بالنسبة لي الحافلة تتمتع بالأولوية كان عند المقاطعة صعبة داخل موطن عمران، يعني في المفترقات تطبق الأولوية كيف أي عربة أخرى. واضح؟ في المفترقات قلنا طبق الأولوية كيف عربة أخرى، ولا كي تبدأ واقفة باش تخرج هي واقفة وأنا نجري هوني في 50 الأولوية لي أنا. ما علاش موجودين هما المرايا العكسين للرؤية، هو لهنا الحافلة سائق الحافلة قبل ما يخرج يفرغ كياسه بالمرآة العاكسة للرؤية، كي يفرغ كياسه وقتها يخرج. واضح؟ يلا حبيب قلبي، كان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ كود. ما تنسانيش في المبروك متاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان، وما تنساو زاده باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. في هذه الوضعيه A يمكنني مواصلة السير إلى الأمام. B يمكن للدراجات العادية فقط مواصلة السير إلى الأمام. ج يجب دوران إلى اليمين أو اليسار. في هذه الوضعية A يمكنني مواصلة السير إلى الأمام. B يمكن للدراجات العادية فقط مواصلة السير إلى الأمام. ج يجب الدوران إلى اليمين أو اليسار. الإجابة الصحيحة هي جيم، يجب الدوران إلى اليمين أو اليسار. العلامة هذه هي علامة منع، تعني اتجاه محجر على كل العربات. يعني اتجاه محجر يعني أكثر من ممنوع، يعني ممنوع على أي عربة باش تتعدى مغادي. الوحيد اللي نجم يتعدى المغادي كان المسترجل، كان اللي يمشي على ساقيه. المسترجل برك ينجم يتعدى في الكيس هذاك. العلامة هي اتجاه محجر على كل العربات، يعني كياس يجيب وما يهزش، كياس متاعنا يجيب وما يهزش. يعني انا كي نبدا نمشي في الكياس نلقى العلامة هذيك اللي هي علامة اتجاه محجر على كل العربات، وقتها يجب الدوران الى اليمين او اليسار. بالنسبة للدراجات العادية كيفهم كيف العربات، كان تذكروا في الاولويات قلنا بالنسبة للبسكليت كان قلنا في المفترق طبق معها الأولوية كيف العربة. واضح؟ يعني لهنا يجب الدوران إلى اليمين أو إلى اليسار. إذا كان لقاو هكا، إذا كان لقاو تحت علامة جبر يعني يقول لي دور على اليمين ولا دور على اليسار، وقت نطبق العلامة الأخرى. بالنسبة لهنا ما عندي حتى علامة أخرى، عندي الحرية الكافية باش ندور لليمين ولا اليسار. المفيد ما نتعداش قدام. إذا كان باش نتعدى في الكيس هذايا وفما العلامة متاع اتجاه محجر على كل العربات، لهنا ارتكب مخالفة خطيرة 60 دينار. واضح؟ يلا حبيب قلبي، وانت تبع فيا ما تنساش بتعمل ابوني للشان وجم الفيديو، ولا ما يفهمش حاجه نجم يبعث لي على الواتساب 20 036 144. وما تنساو زاده باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالد. في هذه الوضعيه والضوء برتقالي رفاف. A امر بحذر. B اترك الاولويه على اليمين. ج اترك الاولويه باليمين واليسار. في هذه الوضعية والضوء برتقالي رفاف. A أمر بحذر. B أترك الأولوية على اليمين. ج أترك الأولوية باليمين واليسار. الإجابة الصحيحة هي ج أترك الأولوية باليمين واليسار. بيتبعوني بالكدا. لهنا قال لك في هذه الوضعية والضوء برتقالي رفاف. الضوء برتقالي رفاف ولا الأضواء الثلاثية لا تشتغل. لهنا يعني الضوء مكسر. كي يبدأ الضوء مكسر شي يلزمني نعمل؟ نرجع نشوف عنديش علامات متاع أولوية. واضح؟ لهنا في التصوير عندي علامات متاع أولوية اللي هي مثلث مقلوب، اللي هي فسح مجال ترك الأولوية. إذا كان ما فهمش العلامة متاع فسح المجال وقتها نرجع نطبق الأولوية لليمين وفارغ. بما أنه لهنا عندي علامة فسح المجال، فسح المجال هذه بحد ذاتها قضية. علاش قضية؟ هي مش قضية، إذا كنت توصل تفهمها تولي ما عادش قضية، أما يلزمك تركز فيها. بالنسبة لعلامة فسح المجال
اي واحد يراه انا متاكد يقول لك لا نفسح المجال لليمين ولليسار. لا سيدي، مش ديما تفسح المجال لليمين ولليسار. تبعني بالكدا. هوني بالنسبه لعلامه فسح المجال عندي حاجتين. اذا كان يجيب لك علامه فسح المجال ويقول لك لا في الحاله في هذه الوضعيه عند الدوران الى اليمين، يعني نحن باش ندوروا لليمين. كي باش ندوروا لليمين وعندي علامه فسح مجال، هوني نوليو نفسحوا المجال كان لليسار. نوليو نفسحوا المجال كان لليسار. كي نجي باش ندور لليمين نفسح المجال كان لليسار. اذا كان قال لي في سؤال باش نكمل في الطويل ولا باش ندور على اليسار، ولا ما يقول لي حتى شيء كيما في السؤال هذايا ما يقول لك حتى شيء، ولا كيما يقول لك حتى شيء يعني اعتباره باش تكمل في الطويل. واضح؟ كما يقول ليش في سؤال مني باش في الاتجاه نتاعي يعني نحن باش نواصلوا في الطويل. يعني اذا كان ما يقول لي حتى شيء في السؤال ولا يقول لي عند مواصله السير الى الامام ولا عند دوران الى اليسار، لهنا نقولوا افسح المجال لليمين ولليسار. نفسح المجال لليمين ولليسار. اذا كان نحن باش ندوروا على اليمين نفسح المجال كان لليسار. اذا كان باش نكملوا القدام ولا باش ندوروا على اليسار وقتها نفسح المجال لليمين ولليسار. واضح؟ يلا سيدي نواصلوا. حبيب قلبي وانت تتفرج ما تنساش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو. كان صابت عليك حاجه تنجم تبعث لي على الواتساب 20 036 144. وما تنساو زاده باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالد. ما هي أدنى سرعة بطريق السيارة؟ A 60 كيلومتر في الساعة، B 80 كيلومتر في الساعة، ج 110 كيلومتر في الساعة. ما هي أدنى سرعة بطريق السيارة؟ A 60 كيلومتر في الساعة، B 80 كيلومتر في الساعة، ج 110 كيلومتر في الساعة. الإجابة الصحيحة هي A 60 كيلومتر في الساعة. أنا متأكد اللي زادها هوني فما برشا يغلطوا فيه السؤال هذايا، ديجا يراو العلامة متاع 110 يغمض عينه ويمشي يدهمك غاديك ويحط 110. لهنا نثبتوا بالكدا. هوني في السؤال قالك أدنى سرعة إجبارية، يعني في قديش ما تنجمش تطيح السرعة. أدنى سرعة إجبارية يعني ما نجمش نجري أقل من سرعة 60 كيلومتر في الساعة. في طريق السيارة ما نجمش نجري أقل من 60 كيلومتر في الساعة. أدنى سرعة إجبارية في طريق السيارة هي 60 كيلومتر في الساعة. وإذا كان قالك أقصى سرعة إجبارية في طريق السيارة لهنا يقولوا 110 كيلومتر في الساعة. أدنى سرعة إجبارية 60 كيلومتر في الساعة، أقصى سرعة إجبارية 110 كيلومتر في الساعة. ركزوا بالكدا في السؤالات على خاطر برشا بياجات كيما كيا معناها تسرع عليه. أرزن افهم السؤال بالكدا، ثبت في التصويرة، عندك الوقت وتنجم تجاوب. يلا سيدي حبيب قلبي ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو. كان صابت عليك حاجه تنجم تبعث على الواتساب 20 036 144. وما تنساوش باش تطلبونا بالرحمه للوالد وبشفاء للوالده. في هذه الوضعيه وقوف السياره الزرقاء قانوني؟ نعم، ب لا. في هذه الوضعيه وقوف السياره الزرقاء قانوني؟ نعم، ب لا. الإجابة الصحيحة هي A نعم، وقوف السيارة الزرقاء قانوني. لهنا باز برشا منكم يقولون لي باهي والعلامة ذيك اللي في الباب صحيت في الباب مولات الدار حط لهم علامة متاع علامة ممنوع الوقوف والتوقف قدام باب الدار باش العباد ما تحترمش وتقف قدام الباب الدار. ما فما حتى شيء قانوني. به اجا نتبعوني لحظه لهنا خلينا نفهم واش معناها الوقوف والتوقف اون فوا بور توت. باهي اول حاجه لازمني نفرق ما بين الوقوف والتوقف. الوقوف يعني نجم نوقف كرهبتي في بلاصه لمده اقصاها 7 ايام، والتوقف اللي هو لبضع لحظات باش نطلع راكب نهبط راكب ونمشي على روحي. واضح؟ باهي لهنا نبدا نكملوا الدرس بشويه بشويه باش نجموا نفهموا بعضنا. اذا كان نحن نبداو داخل موطن عمران وطريق ذو اتجاه واحد يعني كياس يهز وما يجيبش، لهنا نجموا نقفوا على اليمين وعلى اليسار اذا كان ما عنديش موانع اخرى. اتو نشوفوهم شنو هي الموانع.
إذا كان نبداو في طريق ذو اتجاه واحد داخل موطن عمران نجم نقف على اليمين وعلى اليسار. باهي كي نبداو نحن داخل موطن عمران في طريق ذو اتجاهين، يعني كياس يهز ويجيب. كي نبداو في طريق يهز ويجيب في الحالة ذي نجمو نقفو كان من شيرة اليمين. واضح؟ باهي نتعداو توا. وكي نبداو خارج موطن عمران لهنا نحن والخط اللي في وسط الكياس، اذا كان نلقاو خط متقطع في خارج موطن عمران لهنا نجمو نقفو على اليمين وعلى اليسار كيما نحبو نحن. اذا كان ثم خط متواصل لهنا نوليو نجمو نقفو كما شيرة اليمين. واضح؟ باش نجيو توا للموانع متاع الوقوف والتوقف. اذا كان الدولة، اذا كان وزارة التجهيز هي اللي عملتها العلامة ذيك، ما تلقاهاش فوق باب، تلقاها على عمود، يعني على عمود فوق المادة اللي هي ذيك علامة متاع ممنوع الوقوف والتوقف. واضح؟ باهي أبار العلامات على الوقوف والتوقف عندنا العلامة هذه هي علامة ممنوع الوقوف ويمكن التوقف، يعني ممنوع عليا باش نوقف كرهبتي 7 أيام، أما نجم نتوقف لبضع لحظات. وبالنسبة للعلامة هذه اللي هي ممنوع الوقوف والتوقف، لا نقف لا نتوقف. باهي في صورة عدم وجود العلامات نوليو نثبتوا في حافة الرصيف. إذا كان نلقاو حافة الرصيف ما هيش ملونة ولا بيضة بكلها، ما هيش ملونة ولا بيضة بكلها، لهنا يمكنني الوقوف والتوقف، نجم نقف ونتوقف كما نحب أنا. إذا كان نلقى حافة الرصيف صفراء ولا حمراء وبيضة، إذا كان نلقى حافة الرصيف صفراء ولا حمراء وبيضة لهنا قلنا ممنوع الوقوف والتوقف. حافة الرصيف صفراء بكلها ولا حمراء وبيضة يعني ممنوع الوقوف والتوقف. وإذا كان نلقى حافة الرصيف صفراء وكحلة ولا صفراء وبيضة ولا صفراء وزرقاء ولا بيضة وزرقاء، صفراء وكحلة صفراء وبيضة صفراء وزرقاء ولا بيضة وزرقاء، لهنا تولي ممنوع الوقوف لمدة أقصاها 7 أيام، أما يمكن التوقف. واضح؟ لهنا نحن في التصوير اللي جاتنا في السؤال حافة الرصيف ما هيش ملونة، الكهرباء ذيك واقفة على يمينها بعيدة على الباب وبعيدة على الرصيف، ما فما حتى شيء يمنع من الوقوف والتوقف في البلاصة هذيك. واضح؟ يلا سيدي حبيبي وانتي تتفرج ما تنساش بتعمل ابوني للشان وجيم الفيديو، وما تنساوش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا باش في الوالد، وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ الكود ما تنسانيش في المبروك متاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. يلا في هذه الوضعية أتمسك بالأولوية، أفسح المجال للعربة القادمة في الاتجاه المعاكس. في هذه الوضعية أتمسك بالأولوية، أفسح المجال للعربة القادمة في الاتجاه المعاكس. الإجابة الصحيحة هي أفسح المجال للعربة القادمة في الاتجاه المعاكس. بجاه ربي ركزوا شوية، راهو قانونيا ما عنديش حاجة اسمها التمسك بالأولوية. يعني أنا لهنا نلقى كلمة التمسك بالأولوية نضحك عليه ونمشي نشوف شنو الاقتراحات اللي من بعد. التمسك بالأولوية اعتبار حرقة أولوية، يعني مخالفة اختيار 60 دينار. واضح؟ عمرك ما عندناش معناها شنو معناها واحد يولي سيرتو في تونس يولي يدور بزلات معناها ولا بمقرون اللي يحرق عليك أولوية تهبط له ويجي لهنا راي الأولوية عندي أنا. ليه هو حرق الأولوية؟ نحن يلزمنا نقف ونعدي وهو بعد نتعدي، ونحن أهم حاجة هي السلام على الطرقات. بالله سامحني مثال، نحن ماشيين في كياس عندي أولوية، واحد جيني من اليمين عنده بلاك ستوب، هو حارق ستوب عارف روحه على شنية قادم، كان برمي من شهر 6 شهور واختية مالية من 61 دينار ل 100 دينار ومعها مشهر حبس. هو حرق ستوب ما قدرش القانون باش يقدرك انت تشد السيح يدخل فيك، ولا باش تسيب ثنيتك وتسيب مشاغلك تولي تحسر فيه يجي لهنا راهو انا كانت عندي الاولويه يجي نرجع ونتعدى قبلك. ليه يا سيدي؟ ما عنديش حاجه في القانون اسمها التمسك بالاولويه، اهم حاجه هي السلامه على الطرقات. التمسك بالاولويه نلقاها ما غير ما نخمم فيها، مخالفه اختيار 60 دينار اعتبارها حرقت علامه فسح مجال. ما عناش في القانون التمسك بالأولوية، لأن نقصوا مصر نعديو الكهرباء الجاية في الاتجاه المعاكس ومن بعد نتعديو نحن. واضح؟
حبيب قلبي ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو كومنتير كان ما فهمتش حاجه انا وانتك باش تاخذ الكود. ما تنسانيش في المبروك نتاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. وسامحوني كان ديما نهبط في الحكايه هذوما على خاطرهم يقريوا بالفيديوهات نتاعي في بعض مدارس تعليم موسيقى باش واحد ما يجمعش. هذاك علاش ديما نقول لكم اعملوا ابوني اعملوا ابوني اعملوا ابوني. يلا. هذه العلامة تنهي جميع الموانع ما عدا A الوقوف فقط، B التوقف فقط، ج الوقوف والتوقف. هذه العلامة تنهي جميع الموانع ما عدا A الوقوف فقط، B التوقف فقط، ج الوقوف والتوقف. الإجابة الصحيحة هي جيم الوقوف والتوقف. العلامة ذي هي علامة نهاية منع جميع الموانع بالنسبة الخاصة للعربات المتحركة، ما عندهاش دخل في الوقوف والتوقف. يعني العلامة ذي تنهي تحديد السرعة، تنهي منع المجاوزة، تنهي الوزن متاع السيارات اللي باش يتعداو، تنهي جميع الموانع بالنسبة للعربات المتحركة، ما عندهاش دخل في الوقوف والتوقف. الوقوف والتوقف قلنا عندهم قانون خاص بهم، واضح؟ ما ثماش حتى علامة تنهي ممنوع الوقوف والتوقف. واضح؟ العلامة ذي تنهي جميع الموانع ما عدا الوقوف والتوقف. حبيب قلبي وانت تتفرج ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو. كما فهمت حاجه تنجم تبعثلي على الواتساب 20 036 144. وما تنساو زاد باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بالشفاء للوالده. حزام الأمان يمكن من تقليص خطورة الإصابة عند الاصطدام بنسبة A 30%، B 40%، ج 50%. حزام الأمان يمكن من تقليص خطورة الإصابة عند الاصطدام بنسبة A 30%، B 40%، ج 50%. الإجابة الصحيحة هي A 30%. حزام الأمان يمكن من تقليص خطورة الإصابة عند الاصطدام بنسبة 30%. وركزوا شوية زاد عنا صيغة أخرى متاع سؤال تابع زاد حزام الأمان ينجم يجينا بالصيغة هذية. ينجم يجينا بالصيغة ذي اللي هي حزام الأمان يمكن من تقليص قوة التصادم القاتلة. إذا كان سألني في السؤال يقول لي حزام الأمان يمكن من تقليص قوة التصادم القاتلة نقوله بنسبة 70%. واضح؟ حزام الأمان يمكن من تقليص قوة التصادم القاتلة نقوله بنسبة 70%. وإذا كان يقول لي حزام الأمان يمكن من تقليص خطورة الإصابة عند الاصطدام نقوله بنسبة 30%. واضح؟ حبيب قلبي انت تتفرج ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو. كان ما فهمتش حاجه تنجم تبعث لي على الواتساب 20 036 144. وما تنساو زاد باش ترحمونا على الوالد تطلبونا بالشفاء للوالد. وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ الكود ما تنسانيش في المبروك نتاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. يلا. في هذه الوضعية A تتمتع سيارة الشرطة بالمرور، B أمر دون فسح المجال، ج التوقف لأن سيارة الشرطة في وسط الطريق. في هذه الوضعية A تتمتع سيارة الشرطة بالمرور، B أمر دون فسح المجال، ج التوقف لأن سيارة الشرطة في وسط الطريق. الإجابة الصحيحة هي A تتمتع سيارة الشرطة بالمرور. لهنا قالك في هذه الوضعية اللي هي شنية عندي بالنسبة لي أنا نمشي في الكياس عندي ضوء أخضر، يعني أنا عندي ضوء أخضر يعني أمر. وبالنسبة للكهرباء بتاع الشرطة أوتوماتيكمون عندها ضوء أحمر. أما لهنا بالنسبة في المفترقات بالنسبة للعربات التدخل السريع كما سيارات الشرطة ولا سيارات الحماية ولا الأمبولانس ولا الحرس، إذا كان ما همش مشعلين الأضواء متاعهم لهنا كيفهم يطبقوا الأولوية كيفهم كيف أي عربة أخرى. واضح؟ إما إذا كان مشعلين الضوء متاعهم هوني يعني هما في مهمة لهنا يعني يلزمني نعطيهم الأولوية. هوني قالك أمر دون فسح المجال لا، حتى لو كان إنها سيارة الشرطة ماهيش مشعلة الضوء متاعها
ممنوع علينا قلنا التمسك بالأولوية اعتبارها حركة أولوية، يعني أمر دون فسح المجال هذه لا. وقال لك التوقف لأن سيارة الشرطة في وسط الطريق، لا مش على خاطرها هي في وسط الطريق، على خاطرها هوني، على خاطرها لهنا هي مش على الضوء متاعها. ديما لازم كي يجيك سؤال في الامتحان ولا وانت تعمل في التمارين ولا تقرا في ليكول ولا كذا، ديما ثبت اسال روحك علاش جابهولي السؤال هذايا، شنو يحبني نعرف. لهنا حتى كان عندي ضوء اخضر، عربيات تدخل سريع مش علينا الضوء متاعهم، نعطيهم اليوم هما الأولوية. يعني هوني ستتمتع سيارة الشرطة بالمرور، يعني هوني الأولوية لها هي. واضح؟ حبيب قلبي ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو كومنتير كان ما تفهمش حاجه، وكان حسيت تما حاجه صعبت عليك تنجم تبعثني على الواتساب 20 036 144. وما تنساش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء الوالد، وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ كود ما تنسانيش في المبروك متاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني قناه تعليم السياقه خلصه. في هذه الوضعية: A الشاحنة تواصل سيرها، B أستعمل منبه الصوتي وأمر. في هذه الوضعية: A الشاحنة تواصل سيرها، B أستعمل منبه الصوتي وأمر. الإجابة الصحيحة هي ب أستعمل منبه الصوتي وأمر. به تابعوني بالكدا. بالنسبة للمقاطعة مع الشاحنات الثقيلة التي يفوق وزنها 3500 كيلوغرام، يعني الكمين الكبار، لهنا هما ديما يعطيوني الأولوية، ديما يعطيوني الأولوية في حالة بركة نحن نعطيو الأولوية للشاحنة كي يبدأ قدامنا أوبستاكل، كي يبدأ قدامنا قدسر ما المترج الكهرباء واقفة أشغال، لهنا نوليو نحن نقفو نعطيو الأولوية للشاحنة الثقيلة. إذا كان ما عنديش أوبستاكل، الشاحنة الثقيلة هي ديما تعطيني الأولوية، سواء كان كنت داخل موطن عمران ولا خارج موطن عمران، في سعدة في هبطة، هي ديما تعطيني الأولوية. في حالة بركة أنا نعطيها الأولوية كي يبدأ قدامي أوبستاكل. ما عنديش أوبستاكل هي تعطيني الأولوية، يعني لهنا أستعمل منبه الصوتي وأمر، نعمل ضربة صغيرة بالزمارة ونتعدى. واضح؟ يلا حبيب قلبي ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيب الفيديو كومنتير كان ما فهمتش حاجه، وما يفهمش حاجه نجم يبعث لي على الواتساب 20 036 144. وما تنساوش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. يجب استعمال مثلثات العطب: A في جميع الحالات، B كلما تبين أن وقوف السيارة يعطل حركة المرور، ج عند انعدام الرؤية في حال الضباب. يجب استعمال مثلثات العطب: A في جميع الحالات، B كلما تبين أن وقوف السيارة يعطل حركة المرور، ج عند انعدام الرؤية في حال الضباب. الإجابة الصحيحة هي ب كلما تبين أن وقوف السيارة يعطل حركة المرور. تابعوني بالكدا. نحن لو فرضنا نمشيو في كياس عادي، عملنا حادث ولا جانا عطب في السيارة والكهرباء في وسط الكياس، مي عندي اسباس باش نجم نبعد الكهرباء من الكياس نوقفها على جنب. بطبيعة الحال هوني ما نتلزش باش اني نحط مثلثات عطب. واضح؟ يعني وقت اللي يصير العطب ولا الحادث في وسط الطريق يسبب في تعطيل حركة المرور، وقت نحط المثلثات العطب. بالنسبة لمثلثات العطب قلنا يجب تجهيز كل سيارة بزوز مثلثات عطب. إذا كان ما نجهزش السيارة متاعي بزوز مثلثات عطب هوني أرتكب مخالفة عادية 20 دينار. واضح؟ به بالنسبة للمثلثات العطب وقتاش نستعملوهم في حالة عطب أو حادث. ركز معي شوية. بالنسبة لداخل أو خارج موطن عمران، داخل أو خارج موطن عمران في حالة عطب أو حادث، في حالة عطب أو حادث داخل أو خارج موطن عمران يجب نحطوا المثلثات العطب على مسافة 30 متر من قدام، 30 متر من تالي. 30 متر من قدام، 30 متر من تالي، داخل أو خارج موطن عمران في حالة عطب أو حادث. وبالنسبة في طريق السيارة في حالة عطب نحط مثلثات على مسافة 100 متر من قدام، 100 متر من تالي. وفي طريق السيارة في حالة حادث نحط المثلثات على مسافة 150 متر من قدام، 150 متر من تالي. واضح؟ يعني لهنا بالنسبة لمثلثات العطب نحطوهم داخل أو خارج موطن عمران
في حالة عطب أو حادث على مسافة 30 متر من قدام 30 متر ومن تالي. في طريق السيارة في حالة عطب 100. في طريق السيارة في حالة حادث 150. واضح. وإذا كان أنا تلزيت باش نحط المثلث العطب يلزم يكون باين، يعني معناه نحطه في بلاصة لدرجة أنه يكون مستعملي الطريق الآخرين يشوفوا المثلث هذاك قبل ب50 متر، يعني المستعملي الطريق يشوفوا المثلث قبل ب50 متر. واضح. حبيب قلبي ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو. كان صعبت عليك حاجة تنجم تبعث لي على الواتساب 20 036 144. وما تنساو زاد باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء الوالدة وبون كوراج للناس الكل. في هذه الوضعية يجب إسعاف أولا المصاب الذي لا يلبس خوذة، ب المصاب الذي يلبس خوذة، ج الاثنين معا. في هذه الوضعية يجب إسعاف أولا المصاب الذي لا يلبس خوذة، ب المصاب الذي يلبس خوذة، ج الاثنين معا. الإجابة الصحيحة هي المصاب الذي لا يلبس خوذة. بيتابعوني شوية لهنا. فما حالات في الحالات الإسعافية فما 3 وضعيات نحاول أني نتجنبهم، اللي هما عن المصاب الذي يلبس خوذة ممنوع منعا باتا نزع الخوذة متاعو، ما نجم نعمل له حتى شيء. كان اني نزلوا صباع الشهاده باش يشاهد وناخذ له تليفون وندخل قناه تعليم السياقه خلصة على اليوتيوب ونعمل له ابوني من عنده. وعندنا المصاب عنده جسم منغرز في العين، يعني عنده حاجه مغروسه في عينه، هذا زاد كيف نتجنبه نبعد عليه ما نجمش نعاونه. واضح. وعندنا الحاله الثالثه اللي هي فيها وعلى اللي هو مصاب في الكرهبه متاعو. المصاب في الكرهبه متاعو ممنوع منعا باتا اني باش نخرجوا من الكهرباء متاعو الا اذا كان تحت طائلة خطر محدق، يعني ثم خطر داير بيه، يعني كهرباء قلبت، كهرباء دخنت، كهرباء شالت، وقتها نتلز باش نخرج المصاب من الكهرباء متاعو. اذا كنت لزيت باش نخرج المصاب من الكهرباء متاعو يلزمني نحافظ على استواء الرأس والعنق والجذع، الرأس والعنق والجذع. هذاك يبدا هو في خطر محدق. اذا كان ما عندوش خطر داير بيه عمل حادث وهو في الكهرباء نتاعو ما فماش خطر داير بيه نخليه في وسط الكهرباء نتاعو. واضح. حبيب قلبي وانت تتفرج ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو وكومنتير كان ما فهمش حاجه، واللي ما فهمش حاجه نجم يبعث لي على الواتساب 20 036 144. وما تنساوش باش ترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. عند الدوران إلى اليسار أمر قبل هذه العلامة، ب أمر بعد هذه العلامة، ج يجب مواصلة السير إلى الأمام. عند الدوران إلى اليسار أمر قبل هذه العلامة، ب أمر بعد هذه العلامة، ج يجب مواصلة السير إلى الأمام. الإجابة الصحيحة هي ب أمر بعد هذه العلامة. ب تابعوني لحظة. العلامة ذي هي علامة إرشاد. العلامة ذي ديما نلقاوها قبل المفترق ذو اتجاه دوراني، قبل ما ندخل في المفترق ذو اتجاه دوراني نلقى العلامة ذي، يعني يلزمني نشد يميني نفوت العلامة ومن بعد نمشي وين نحب انا، سواء كان باش ندور على اليمين ولا باش نكمل قدام ولا باش ندور على اليسار. المفيد بعد العلامه. علاش؟ اذا كان انا باش ندور قبل العلامه ثبتوا لهنا في الخط اللي في وسط الكياس، الخط اللي في وسط الكياس هذاك خط متواصل. نحن قلنا الخط متواصل اعتبار على حيط، يعني ما نجمش نعفس فيه الحيط. واضح. يعني المسلك اللي جاي من اليسار هذاك العباد اللي دخلوا في المفترق ذو اتجاه دوراني وباش يرجعوا في الكياس هذاك يمشيوا في اللي على يمينهم. انا نشد يميني نفوت العلامه ومن بعد نمشي في الاتجاه اللي نحب عليه انا، سواء كان باش ندور على اليمين ولا باش نكمل قدام ولا باش ندور على اليسار. المفيد العلامه ذي ديما نلقاوها قبل المفترق ذو اتجاه دوراني، هذيك تقولي شد يمينك نفوت العلامه ومن بعد ندخل في المفترق ذو اتجاه دوراني ونعمل اللي نحب عليه انا. واضح. يلا نواصلوا.
حبيب قلبي، كان حسيت لي انا وانتك باش تاخذ كود، ما تنسانيش في المبروك متاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني لشان، وما تنساوش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء الوالده. واذا كان صعبت عليك حاجه تنجم تتواصل معايا على الواتساب 20 036 144. هذه العلامة تعني: A ممنوع التوقف، B ممنوع الوقوف، ج تسمح بالتوقف. هذه العلامة تعني: A ممنوع التوقف، B ممنوع الوقوف، ج تسمح بالتوقف. الإجابة الصحيحة هي A ممنوع التوقف. ركزوا معي شوي خلينا نفهموا السؤال هذايا. لهنا أول حاجة نحن قلنا ديما نسألوا علاش سألوه لي السؤال هذايا. باهي خلينا نشوفوا نحن التصويرة. لهنا عندي علامة مدورة فيها دورة حمراء. نحن قلنا علامات كي بدهم مدورين وفيهم دورة حمراء يعني هذيك علامة منع. واضح؟ يعني الاقتراح جيم تسمح بالتوقف هذيك نفسخها الجملة نحاها. اش تقول لي ممنوع التوقف وممنوع الوقوف. شنو الفرق ما بين الوقوف والتوقف؟ باهي الوقوف قلنا يعني نجم نوقفوا كرهبتنا في بلاصة لمدة أقصاها 7 أيام، والتوقف النجم نتوقف لبضع لحظات باش نطلع راكب نهبط راكب نطلع بضاعة نهبط بضاعة ونقصد ربي على روحي. واضح؟ بيركزوا معايا لهنا. إذا كان احنا نقولوا ممنوع الوقوف، كي نقولوا ممنوع الوقوف لمدة أقصاها 7 أيام يعني نجموا نتوقفوا لبضع لحظات، يعني اعتبار جاوبنا على العلامة هذية اللي هي ممنوع الوقوف ويمكن التوقف. واضح؟ وكي نقولوا نحن ممنوع التوقف، تو بالمنطق انت في بلاصه ما تنجمش تتوقف لحظه باش تطلع شكون ولا تهبط شكون، تنجم تقف فيها 7 ايام ما تجيش. انا لحظه ما نجمش نقف، يعني كي نقولوا ممنوع التوقف يعني اوتوماتيكمون يعني ممنوع التوقف والوقوف. واضح؟ يعني لهنا نقولوا ممنوع التوقف. وبالله ثبتوا لي وركزوا مع السؤال هذا خاطر يجي برشا في الاكزامان. واضح؟ حبيب قلبي وانت تتفرج ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو. كان صابت عليك حاجه تنجم تتواصل معي على الواتساب 20 036 144. وما تنساو زاده باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء للوالده. هذه العلامة تمنع الجولان على العربات الناقلة: A لمواد متفجرة، B لمواد يمكنها تلويث المياه، ج لمواد آكلة. هذه العلامة تمنع الجولان على العربات الناقلة: A لمواد متفجرة، B لمواد يمكنها تلويث المياه، ج لمواد آكلة. الإجابة الصحيحة هي A لمواد متفجرة. بالنسبة للعلامة هذيا، العلامة هذيا هي ممنوع الجولان على العربات الناقلة لكمية معينة من مواد متفجرة أو سريعة الالتهاب. يعني كما لقيتش مواد متفجرة لقيتها مواد سريعة الالتهاب نحطوا سريعة الالتهاب. قانونيا اسمها ممنوع الجولان على العربات الناقلة لكمية معينة من مواد متفجرة أو سريعة الالتهاب. واضح؟ بيتابعوني شوية. باهي خلينا نشوفوا شنو هي العلامات الاخرين اللي نلقاوهم في الاقتراح ب وج اللي هي مواد يمكنها تلويث المياه، اللي هي العلامه هذيا. العلامه هذيا هي اي عربه تنقل مواد يمكنها تلويث المياه ممنوع عليها باش تعدها في الكياس هذايا. واضح؟ وبالنسبه لمواد اكله نلقاو العلامه هذيا، اما العلامه هذيا ما نلقاوهاش في الكياس، نلقاوها على الكاميونه اللي تهز مواد خطيره. واضح؟ اللي هي لمواد آكلة. بيتابعوني شوية هانت توا باش نشوفوا شنو هي العلامات متاع الطريق الخاصة بالعربات النقل للمواد خطرة، وشنو هي العلامات اللي نلقاهم في الكهرباء نتالي متاع الخاصة بالعربات الناقلة لمواد خطرة. بغيف نبداو بالتصويرة هذه اللي جاتنا في السؤال. قلنا اللي هي قانونيا اسمها ممنوع جولان على العربات الناقلة لكمية معينة من مواد متفجرة أو سريعة الالتهاب. أي عربة تنقل مواد متفجرة أو سريعة الالتهاب ممنوع عليها باش تعدها في الكياس هذايا. وبالنسبة للعلامة هذيا هي ممنوع جولان على العربات الناقلة لكمية معينة من مواد يمكنها تلويث المياه. ممنوع جولان على العربات الناقلة لكمية معينة من مواد يمكنها تلويث المياه، مثلا تراكتور ولا تراكس ولا هاز زرمل الوراق
فضلات حاجة كي باش تعدى مع جنب بحر، الفضلات هذيك مع شوية ريح باش تطيح في البحر باش تلوثنا المياه، ممنوع عليها يعني باش تعدى في الكياس هذاك. وبالنسبة للعلامة هذيا اللي هي ممنوع جولان على العربات الناقلة لمواد خطرة والمبين عليها كذلك. ممنوع جولان على العربات الناقلة لمواد خطرة والمبين عليها كذلك، يعني حتى كان كهرباء ما هيش تهز في مواد خطرة، أما حتى عليها حتى علامة اللي هي تهز في مواد خطرة وهي ماهيش هازة حتى فارغة، ممنوع عليها باش تتعدى في الكياس هذايا. واضح. بالنسبة لثلاثة علامات اللي توا شفناهم هذوما خاصين بالكياس، يعني نلقاهم على عمود خاصين بعلامات التاريخ. واضح. تو نشوفوا شنو العلامات اللي نلقاهم على الكاميونة من تالي. في الكاميونة من تالي نلقاو علامات. تقول لي الكهرباء هذيك شنو تهز؟ بالنسبة إذا كان نلقاو العلامة هذا يعني عربة ناقلة لمواد سريعة الالتهاب ناتجة عن مواد سائلة. عربة ناقلة لمواد سريعة الالتهاب ناتجة عن مواد سائلة. واضح. هذا يعني كهرباء تهز مواد سريعة الالتهاب ناتج، معناها الأكثرين نلقاوها في السيترنات اللي تهز ليسانس الغاز، يعني حاجة سائلة تنجم تشعل. واضح. بالنسبة لذي هي حمولة بها غاز غير قابلة للالتهاب أو للانفجار، حمولة بها غاز غير قابلة للالتهاب. واضح. وبالنسبة للعلامة ذي هي عربة تنقل مواد خطرة في حالة سخنة. عربة تنقل مواد خطرة في حالة سخنة. ردوا بالنا ونخليوا مسافة أمان كافية ونواصلوا طريقنا. بالنسبة للعلامة ذي اللي هي مواد مشعة. إذا كان جاب لنا العلامة ذي اللي هي مواد متفجرة. كنلقاوها بالبرتقالي كما في التصويرة اللي قاعدين تشوفوا فيها. بغيف. وبالنسبة للعلامة ذي اللي هي مواد غير محددة، يعني كل مرة تهز حاجة، يعني ما عندهاش حاجة معينة باش تقعد ديما تهز فيها، كل مرة تهز حاجة. بالطبيعة نحكيو الحاجات الخاصة بالمواد الخطرة، يعني بالعربات ناقل المواد خطرة. واضح. بالنسبة لهذي عنا هو عربة تنقل مواد خطرة عند لمسها بالماء، يعني كان الحمولة اللي تهز الكهرباء ذيك تتمس بالماء تولي خطرة تنجم تشعل معناها. واضح. وعنا هذه يعني مواد صلبة سريعة الاشتعال. وعنا العلامة هذه اللي هي مواد تشتعل تلقائيا. عربة تنقل مواد تشتعل تلقائيا. وبالنسبة للعلامة هذه عنا مواد سامة. وبالنسبة للعلامة هذه اللي هي مواد آكلة. عربة تنقل مواد آكلة، يعني تنجم تتآكل اليدين ولا الحاجة. واضح. هذوما العلامات اللي نلقاهم في الكاميونة العربات الناقلة لمواد خطرة. بغيف. وبالنسبة للعلامة هذيا نلقاوها برتقالية وفيها عدد الفوق وعدد اللوطة. بالنسبة للعدد الفوقاني هو العدد التعريفي للخطر. وبالنسبة للأرقام اللوطانيين اللي هو العدد التعريفي للمادة. كل عربة تنقل مواد خطرة يلزمها تحط العلامة ذي من قدام ومن تالي. الفوقانية اللي هي العدد التعريفي للخطر، واللوطانية اللي هو العدد التعريفي للمادة. وبالنسبة للعربات الناقلة لمواد خطرة يلزم اللي بأي واحد باش يطلع يسوق عربة تنقل مواد خطرة يلزم يكون متحصل على شهادة كفاءة مهنية، شهادة تكوين مهني على السلامة على الطرقات، كيفاش يخزن المواد الخطرة، كيفاش يوصل، وقتاش يمشي، وقتاش يرتاح، يعمل تكوين مهني في المجال هذا متاع نقل مواد خطرة. واضح. يلا سيدي حبيب قلبي وانت تتابع فيا ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو كومنتير تحكينا فيه على الخدمة اسكو عجبتكم ولا لا، واللي عنده اقتراح متاع خدمة جديدة ينجم يقولها لنا. بالنسبة اذا كان ما خلطتوش على فيديوهات اخرين في 2024 معناها خاطر ظروف وكذا معناها نبطة باش نهبط فيديوهات. الفيديوهات القدوم راهم مازالوا صالحين. اللي ما يفهمش حاجه ينجم يتواصل معايا على الواتساب 20 037 144. وكان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ الكود ما تنساش باش تترحمونا على الوالد وتطلبونا بشفاء الوالده، وما تنسانيش في المبروك نتاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. واضح. يلا سيدي بون كوراج الناس الكل. سلام.